محدش يقاوحني تاني علشان انا رضا عبد العال. اعتبروني رضا عبد العال الغلابه يا جماعه. انا محدش يقاوحني تاني ويقول ان لا اللعيبه هي اللي وحشه، المدرب حلو. ادينا شفنا اهو. اللعيبه لو وحشه بتتغلب واحد، بتتغلب اتنين، بتتغلب ماتش، لكن مش بتتغلب ماتشين ثلاثه ويبقى المنظر ده، واتغلب خمسه واقول اللعيبه وحشه واقول القماشه ومش ذنبه. لا، ما هو مانو جوزيه كان معاه قماشه اوحش من دي في 2001 وفي 2002 قبل ما يجي تريكا وجيل تريكا، وكان بيعمل من الفسيخ شربات وخد بيهم دوري ابطال افريقيا وخد بيهم الدوري وخد بيهم الكاس. حسام البدري اللي الناس مش عاجبها ده لما كان ماسك الاهلي ما كانش معاه التيم القوي ده، وكان برده بيعمل من الفسيخ شربات وبيكسب كل الفرق وبيكسب بطولات. محمد يوسف المدرب المساعد كان بيعمل من الفسيخ شربات. بعد اذنكم محدش يقاوحني تاني، محدش يقاوح حسام سعيد تاني. لما نقول المدرب وحش قولوا ورايا ولا الضالين امين. انا اسف يعني، لما نقول المدرب وحش اللعيبه وحشه، لكن المدرب وحش. المدرب مش على قدر المسؤوليه. زائد بقى من نجيبها من فوق الخطيب، وانا بقولها من حتى واحنا بنكسب بطولات، ان هو مش عايز يصرف، بخيل. عندنا بنحقق في الميزانيه اعلى ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ العرب وفي تاريخ وفي تاريخ افريقيا وفي تاريخ الشرق الاوسط. اعلى ميزانيه بيسجلها النادي الاهلي، ولكن برضه بنجيب لعيبه كسر، بنجيب لعيبه، بنلعب بلعيبه كبار في السن. الاهلي مش عايز يصرف، الاهلي ما عندوش عين. عنده لجنه الكوره، مش هقول برئاسه مين طبعا، لجنه الكوره دول اصدقاء الخطيب، فهو بيجاملهم. ما عندوش عيون، ما عندوش مدير تعاقدات عدل، ما عندوش كشاف بيشوف الدنيا. كله استثمار، مهتم ببناء نادي، مهتم مش عارف ايه، مهتم بقضايا، مهتم بايه، ولكن في الاول وفي الاخر المحصله صفر. بنحقق اعلى ميزانيه في تاريخ النادي وفي الاخر بنخسر 5 من سان داونز اللي انا بقول لك اهو مش هياخد البطوله. سان داونز في الادوار الاقصائيه هيخرج بكبيره قوي، هيوصل قبل النهائي، مش هيوصل للنهائي اصلا. سان داونز هيخرج، اللي مخسرك 5 للمره الثانيه في اقل من 5 سنين، في 2019 وفي 2023 اهو، في خلال 4 سنين. يا جماعه ما حدش يقاوحني تاني. انا ليا نظر وليا رؤيه، ما بقولش ان انا بفهم عنكم، ولكن لما اقول لك المدرب مش حلو انا مش بقول وانا مشجع، انا مش هدعم. ما حدش يقاوحني تاني، ما حدش يقول لي يعني احنا هنجيب لعيبه منين. انا مش هدعم، الكويس هقوله عليه كويس، الوحش هديله هطلعه المسرح وهديله فوق دماغه من لعيبه ومن اي من اي زفت. انا مش هدعم تاني. بعد اذنكم محدش يقاوحني. الكلام ده لاصدقائي على الفيسبوك، محدش يقاوحني. لما اقول حاجه قولوا ورايا ولا الضالين امين. بعد اذنكم يعني، استغفر الله العظيم. لما اقول حاجه محدش يقاوحني. بعد اذنكم محدش يقاوحني. مدرب لما يخسر 5 ده عيب مدرب، مش عيب لعيبه، مش عيب لعيبه. الاهلي خرج كده بقى نقطه من اول السطر، بقى يركز في الدوري والكاس ويرجع يبني فريق تاني، والخطيب يفك جيبه شويه، ويجدد في لجنه التعاقدات شويه، و6 7 8 لعيبه كده ياخدوا استماره 6. السلام عليكم.